بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية. صباح الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا جوه مصر وبره مصر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب. خلاص يعني فاضل شعبان، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان هيهل علينا هوت والأيام بتجري، وكل سنة والأمة العربية كلها طيبة. النهاردة هنبدأ الفيديو بتاعنا بأكلة شعبية مصرية أصيلة، الكشري المصري. هنعمله في حلة واحدة، لأن الكشري المصري معروف اللي هو بياخد أكتر من حلة، يعني بنعمله في أكتر من حلة. لا، احنا نعمله مع بعض في حلة واحدة كله مع بعض. أنا جبت حلة هنا وحطيت شوية زيت، وحطيت معلقتين شعرية. أنا مش هكتر، يعني هعمل كمية تكفي مثلا 4 أفراد، عشان برضو مبقاش كتير، وعشان ما يفتش منه، يبقى على قدنا. انا كده كنت بسلق هنا الحمص، وهنا بحمر شعرية يدوبك، بس معلقتين شعرية. مجرد ما هي تحمر بنزل عليها بالرز. اكون انا غاسله الرز ونقعاه في ميه ونضيف زي الفل. بقلبه كده مع الشعرية، برضو ما بكترش، لان هو بسم الله ما شاء الله بيزيد، بيفرط كتير، يعني الكمية بتتضاعف. ما شاء الله البركة بتهل كده، والاكل سبحان الله ربنا بيبقى مبارك فيه كده. انا كنت نزلت، كنت غاسله ونقع عدس، نزلت بيه، بس التليفون فصل في الوقت ده. وبعدين بنزل بالمكرونه. عندي مكرونه صغيره ومكرونه اسباجيتي، بنزل بكميه برضو قليله، واكون مسخنه ميه في الكاتل، بنزل عليها ميه سخنه. يدوبك اغطيهم بقيمة نص سنتي كده، اغطي الحلة بقيمة نص سنتي واغطي عليها واسيبها. هنا كنت بحمر البصلة، كنت مقطعة البصلة كده جوانح، وبحمرها كده. كده الرز عندي والشعرية، الرز بشعرية بالمكرونة بالعدس كله خلاص استوى. انا كنت بقى مجهزة الصلصة، وكنت عملت الدقة، وهنا كنت غرفت وحطيت الاكل. هنا الدقة اهيت، وهنا كنت غرفت وحطيت البصل على الوش والحمص عشان تديله شكل جميل وطعم جميل. ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون سهلة. وطبعا وانا بعمل الصلصة طبعا التليفون برضو كنت بصور على الفاضي، والتليفون فصل. فالصلصة يعني معروفة اللي هي بتتعمل تومة، والصلصة عادية خالص، ما فيهوش اي حاجة، وما بياخدش وقت، في حلة واحدة. يا رب يكون وصفة عجبتكم. ما تنسوناش بقى باللايك. مع السلامة، مع ألف مليون سلام. باي باي.